بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرز بلبن الكريمي ابو قوام كريمي، وش اللي هو المكشكش، وهنعمله بكل اسراره وتكاته وكل اسراره وتكات المحلات، واجمل كمان من المحلات. احنا هنعمله بقى، هنكلفه وهنعمل حاجة كده جميلة يعني عليها القيمة، يعني اللي ياكل طبق يعني يبقى في كل جميع القيمة الغذائية. يعني طبعا بقى الأطفالنا اللي ما بيحبوش اللبن والحاجات دي، طبق الرز بلبن، هم طبعا الأطفال بتحب الرز بلبن، فلما نكلفه وكده ونغذيه، طبعا هم هيستفادوا منه من القيمة الغذائية اللي فيه وتعوض الألبان اللي ما بيشربوهاش. فإن شاء الله هنعمل النهاردة أجمل رز بلبن. تعالوا معايا بقى إن شاء الله نشوف هنعمله إزاي. الأول هنجيب ديت كوباية إلا ربع رز، يعني هنجيب كوباية إلا ربع رز. أنا هقولكوا على كل حاجة بالظبط على أساس يعني إيه تبقى المعايير مظبوطة. الكوباية إلا ربع رز هتاخد 3 كوبايات مية. هنجيب الحلة وننزل فيها ب3 كوبايات مية، يعني كوباية الرز بتاخد 4 كوبايات مية. دي كوباية إلا ربع هتاخد 3 كوبايات مية. هنحطهم في الحلة ونكون طبعا غاسلين بقى الرز ومنقيينه ومصفيينه، وننزل بيه في قلب المية ونولع عليه. هنولع الأول على نار عالية لحد لما يغلي، وبعد كده نهدي النار نخليها متوسطة ونسيبه بقى يستوي براحته خالص، ونغطي عليه لحد لما إيه يعني يستوي خالص، وتلاقي الحباية بقى كده إيه يعني كبرت، تعرفي بقى انها استوت. لان طبعا يعني انت بقى هو السوا بقى بيبقى في الفترة دي، سوى الرز في الفترة دي. فدلوقتي بقى هنولع عليه، وخدوا بالكم لانه بيبقى يفور يعني. هنولع عليه بقى لما يغلي كده عشان ما يشطش. هنهدي النار عليه شوية مش قوي برضو، ونسيبه بقى لحد لما يستوي خالص. احنا دلوقتي جبنا كوباية الا ربع رز اهو استوى اهو. هنحط عليها قلنا 3 كوبايات مية يستوي فيهم، وكيلو ونص لبن، يعني وهناخد كيلو ونص لبن عليهم. هناخد بقى بعد ما الرز استوى هناخد ملو الكوباية كده، او مثلا 3/4 من الرز المستوي ده، وهنخليه على جنب. وهعرفكم دلوقتي احنا واخدينه ليه. يبقى احنا هناخد دلوقتي مثلا في حدود كوباية او كوباية الا ربع من الرز المستوي، وهنركنها دلوقتي على جنب، وهعرفكم دلوقتي هنعمل بها ايه. ودلوقتي الرز المتبقي طبعا هو مستوي خالص. هننزل عليه، احنا معانا كيلو ونص لبن، هننزل في حدود كيلو وربع لبن عليه، وهنسيب برضو في حدود كوباية لبن. يبقى احنا نزلنا بكيلو وربع لبن، وسيبنا الكوباية اللي انا موريها لكم دي بتاخد ربع كيلو لبن، يبقى هنسيب كمان كوباية لبن. هننزل بكوباية اللبن وكوباية الرز المستوي، وهننزل بكيس صغير لبن نيدو. يبقى هنجيب شفشق الخلاط، هننزل بالرز اللي كنا واخدينه في الكوباية ونحطه، وننزل عليه بكوباية اللبن وبكيس لبن نيدو صغير، وب3 معالق كريم شانتيه. وهننزل كمان ب3 معالق كريم شانتيه، وكمان معلقتين كبار نشا. يبقى احنا نزلنا ب3 معالق كريم شانتيه، ودي معلقة نشا وكمان معلقة، ومعلقتين نشا. يبقى احنا جبنا الشفشق الخلاط، حطينا فيه كوبايه الرز المستوي، على كوبايه اللبن، على كيس لبن نيدو، على 3 معالق كريم شانتيه، على معلقتين كبار نشا. ودلوقتي اللبن حطيناه على الرز كيلو وربع لبن، ونزلنا عليه بكيس فانيليا. يبقى اللبن ده كيلو وربع لبن وكوبايه سكر. يبقى ده نزلنا عليه بكوبايه سكر ابيض، يا ريت يكون سكر ابيض ما يكونش سكر غامق عشان ما يغمقش اللبن. وهننزل عليه زي ما انتم شايفين كده في حدود 3 معالق كبار قشطة. دي قشطة اللبن، قشطة لبن تاني يعني، غليته وحطيته في التلاجة وخدت القشطة بتاعته في حدود 3 معالق كبار قشطة. على أساس يبقى زي ما قلت لكم الرز بلبن يبقى متغذي ويعني سمين. أما بيكون متغذي وسمين بتلاقي الوش بتاعه بيبقى مكرمش كده جميل. ودي الخليط بقى اللي احنا خدناه، اللي هو كوباية الرز و3 معالق كريم شانتيه وكوباية اللبن ومعلقتين نشا، بنضربهم في الخلاط مع بعض، نضربهم كويس في الخلاط. وبعدين بننزل بقى بيهم على
على الرز بلبن، اللي هو اللبن عامة، بس يكون إيه اللبن سخن، ما ننزلش واللبن ساقع، يكون اللبن يعني يعني دخل قرب يدخل كده على الغليان، بس لسه يعني شوية، يعني في النص كده، ونقوم نازلين بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط ده ايه على اللبن والرز والسكر والفانيليا والقشطة. ودلوقتي بقى حطينا كل المكونات على بعضها، اللي لسه باقي بقى نعمل ايه، ان احنا يعني النار ما تبقاش عاليه برضه، على اساس انه ما يشطش، وايدنا تبقى فيه باستمرار، لان احنا حطينا دلوقتي النشا، فنقعد بقى نقلب فيه لحد لما يغلي. وساعة ما يغلي خلاص بنقلبه كويس، وبنبدأ بقى نصبه بقى في الاطباق او في الكاسات، يعني حسب بقى مزاج كل واحد. هو دلوقتي اهو بيغلي اهو وخلص، وطفينا عليه، جبناه بقى وجبنا الاطباق اللي هنغرفه فيها. بتقلبيه طبعا كويس عشان بيبقى من فوق اللبن ومن تحت الرز، فبتقلبيه في بعضه، وتقومي بقى غرفاه زي ما انت شايفه كده. وبعد ما بتغرفيه بتسيبيه بقى يبرد شويه. اما يبرد بقى خالص تغطيه بستريتش، وتحطيه في التلاجة بقى على الصبح، بقى تلاقي وشه بقى يعني مكشكش كده بقى، اللي هو اللي بيبقى بتاع المحلات، الحاجة الجميلة اللي بتعجب الواحد بقى دي. ودلوقتي خلاص احنا صبناه اهو، زي ما انتوا شايفين بعد ما خلصنا. بس اللي عايز بقى يحط على وشه زبيب، اللي عايز يحط على وشه سوداني، اللي عايز يحط على وشه اي مكسرات، جوز الهند، بس احنا مش بنحب عليه اي حاجة، احنا بنحبه سادة كده. شايفين بقى القوام يعني كريمي، وبجد بجد بجد والله يعني تحفة، طعمه تحفة. ما تنسناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وتكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. أنا واثقة ومتأكدة بإذن الله إن هيعجبكم جدا. يعني بصراحة والله وأجمل رز بلبن هتدوقيه، أحلى من المحلات ألف مرة. جربيه وهتدعيلي. يعني هو دي بقى دي الخلاصة كلها، وبألف هنا وشفا، يعني بجد 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 هيعجبكم طبعا، ومع ألف 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 سلام.